قناة فن تربية الحمام هي دليلك الشامل في تربية الحمام بكل أنواعه، ومش بس كده، كمان بنقدم لك تربية الأرانب بكل أنواعها، وتربية عصافير الزينة بكل أنواعها، وكمان بنقدم لك تربية الفراخ البيضة والساسو والبط والديوك الرومي. كل ده عملناه داخل القناة بتاعتنا، وكمان وفرنا لحضرتك رابط موقع إلكتروني خاص بالقناة، هتلاقوا موجود عليه جميع المقالات الحصرية بتاعة القناة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. رجعنا لكم تاني في يوم جديد، وهنتكلم ان شاء الله النهاردة. لو انت عندك حمام مش بيبيض او قطع بيض او في مشاكل في البيض والقشرة بتاعت البيض، لو انت عندك زغاليل ضعيفة، لان انا بيجي لي اسئلة كتير. اغلب الاسئلة دي بتكون ان انا حمامي مش بيبيض، قطع بيض. الحمام عندي بيبيض بيضة وبيضة لا، يعني بيجيب بيضة واحدة. الحمام عندي بيجيب بيضة بس مشوهة، القشرة بتاعتها ضعيفة ومشكلة فيها مشكلة. الحمام عندي بيبيض وتمام وزغاليله ضعيفة وحجمها مش عاجبني. كل الحاجات دي وكل الأسئلة دي يا جماعة إن شاء الله هنقول لكم النهاردة على مجموعة من الأملاح المعدنية ممتازة جدا، وبتدي فعالية ممتازة جدا للحمام لتكوين قشرة البيض الصحيحة، تكوين قشرة بيض كويسة. كمان بتساعد على تحسين النمو عند الزغاليل، فاتحة للشهية لأنها فيها مجموعة عناصر غذائية ممتازة أهي، ومش غالية. يعني كل ده وكمان سعرها مش غالي. احنا بنتكلم النهاردة عن المنتج البيطري اللي اسمه بانش. دي بتكون التذكرة بتاعته أو الكيس بتاعه. دي الخواص اللي موجودة فيه زي ما انتم شايفين اهو. ممكن توقف كده الفيديو وتقرا الخواص دي، هتفهم بيعمل ايه. طيب، ديت مجموعة فيتامينات ممتازة جدا، فيها عناصر كويسة جدا. برضو حالات نقص الفوسفور وزيادة انتاجية البيض لو انت بتربي حمام. طيب لو انت عندك ارانب، بنحط للارانب برضو زيادة اللبن وبتحسن من نمو الارانب. طيب ايه كمان؟ مجموعة عناصر واملاح معدنية وفاتحة للشهية. الحاجات دي كلها بتساعد على تكوين قشرة بيض كويسة. طيب ما لقيتش ده، ايه البديل؟ وحاجة برضو ممتازة وبطارية برضو ومجران اهو. ده التذكرة بتاعته او الكيس بتاعه. تمام، انا بجيب لك اهوت الحاجة والبديل بتاعها. برضو زي ما انتم شايفين الخواص، في خواص اكتر كمان من بانش، يعني ده ممتاز برضو ومجران ده. تمام، فاتح جيد للشهية، لحل مشكلة الافتراس. لو انت عندك الحمام عندك فيه افتراس بياكل الزغاليل وبيملح من الزغاليل، تلاقي الحمام الكبير يا جماعة دايما ماسك الحمام الصغير من الايه وهو لسه ملحم كده، وبياكل في الريش بتاعه لحد ما يجيب دم. ديت برضه مشكلة من مشاكل. طيب نحلها ازاي؟ بالدواء ده او بالبودرة دي. ده دواء بيطري، علاج بيطري. تمام، التذكرة بتاعته حوالي 7 جنيه او 8 جنيه مصري، والبانش برضه ب 7 جنيه او 8 جنيه مصري. ماشي، تحسين النمو وتحسين قشرة البيضة نفس الكلام ونفس العناصر، والعناصر موجودة عندكم اهي، تقدروا تشوفوها اهي. تمام، في حاجات كتير جدا جدا جدا. طيب الجرعة بتاعتنا بتكون ايه؟ بتكون 1 جرام على كل لتر مية. طيب انا يا عم محمد دلوقتي مش عارف الجرام ده قد ايه، انا ما عنديش ميزانة ومش بوزن، انا احط ازاي؟ انت يا باشا لو انت عندك ازازة 1 لتر، 1 لتر مية، بتاخد بمعلقة بتاعت شاي، نص معلقة شاي، نص معلقة صغيرة. تمام، يعني انا هنا عندي زي ما انتم شايفين اهو، مثلا انا معبي هنا 2 لتر اهو، بحط عليهم معلقه شاي ممسوحه. تمام، معلقه شاي مش هرمي، معلقه شاي ممسوحه كده على ال2 لتر ميه، وبشرب الحمام والطيور اللي عندي كلها. طيب كل قد ايه بقى نعمل القصه دي؟ ان شاء الله تستمر على الموضوع ده كل اسبوع يوم واحد، مش عايز منك اكتر من كده.
بس تستمر. ما تديش للحمام املاح معدنيه، ده انواع من انواع الاملاح المعدنيه، البانش والاوميجران. ما تديش لحمامك انواع املاح معدنيه مره واتنين وتلاته وتلاقي بعد كده تبطل وتقول خلاص انا كده الحمام عندي باض، ولما يبيض معاك ويشتغل تسيب وتوقف، لان دي غلطه الناس بتقع فيها. الحمام بيكون قطع بيض، يديهم علاج، الحمام يشتغل كويس وينتج كويس، يوقف قطع بيض. ده ما ينفعش يا جماعه، انت كده برضو بتهلكه. انا عايزك تستمر. تستمر يعني ايه؟ يعني ان شاء الله تستمر كده كل اسبوع يوم واحد بس فقط في الاسبوع، ان شاء الله هتلاقي مفعول جيد. مش من اول اسبوع طبعا، الكلام ده ممكن يستمر لمدة شهر. لو انت عندك مشكلة فعلا ممكن تديهم مرتين في الاسبوع عشان تحسن وتسرع عملية النمو بتاعت البيض عندهم وتحسين البيض عندهم. تمام. لمدة قد ايه بقى الموضوع هيستمر؟ يستمر مدى الحياة على طول. طول ما انت شغال وعندك تربية حمام وعندك تربية طيور، حط لهم ده في المية. مش غالي، وفي نفس الوقت بيديك فعالية ممتازة جدا. مش من اول اسبوع هيبان عندك الحمام، ولكن هيبان على الزغاليل ونمو الزغاليل، والحمام هيبيض اللي قطع بيض ان شاء الله وهيبقى زي الفل. دي كانت الحلقة بتاعتنا النهاردة. ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل. اشوفك ان شاء الله في يوم جديد وفي معلومة جديدة.